جميل. في ضوء ما جرى، ألا تعتقد أن عموتة تلاعب نوعا ما بالاتحاد الأردني وتركه في منتصف الهجمة؟ لربما لو أكمل المسار لكانت الهجمة ستحقق أكثر من مجرد هدف. بكل تأكيد بصريح العبارة خسارة كبيرة للكرة الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام والإخوة الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في خبر صادم للشعب والجمهور الأردني، أعلن رسميا استقالة مدرب المنتخب الأردني الإطار المغربي الحسين عموتة من منصبه كمدرب المنتخب النشامة، والتعويض ديالو بالمدرب المغربي جمال السلامي. هو الخبر اللي وقع كقطعة الثلج البارد على الجمهور الأردني من بعد إنجازات اللي حققها الحسين عموتة ورفقة المنتخب الأردني، واللي وصل معاه المباراة النهائية لكأس آسيا والاحتلال ديالو للمركز الثاني كوصيف لبطل آسيا، وأيضا بلوغ منتخب النشامة الأدوار الحاسمة في الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وهذا الشيء اللي فاجئ الجميع واللي طرح عدة تساؤلات عن الأسباب اللي خلات المدرب المغربي الحسين عموتة يعني الاستقالة ديالو في هذا الوقت الحساس بالنسبة للمنتخب الأردني. كل هذه التساؤلات غادي نجاوبوا عليها في هذا الفيديو، ما عليكم غير تتابعوا الفيديو إلى الآخر. قبل ذلك ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك باش الفيديو تنتشر، وتخليوا الرأي ديالكم حول هذا الموضوع في خانة التعليقات. إذا كنتم مهتمين بهذا المحتوى ما عليكم غير تنضموا للقناة عبر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. وافق الاتحاد الأردني على رحيل مدرب المنتخب النشامة الحسين عموتة من منصبه، معلنا تعيين مواطنه جمال السلامي بديلا له. قاد عموتة منتخب الأردن لتحقيق ملحمة تاريخية قبل عدة أشهر في نهائيات كأس آسيا التي احتضنتها الدوحة، واحتلاله المركز الثاني في إنجاز تاريخي غير مسبوق، لكنه فاجأ الجميع بعد البطولة برغبته في الرحيل ليصدم الشارع الأردني الذي يرتفع سقف طموحاته للوصول لنهائيات المونديال. إذن رحل عموتة وجاء مواطنه السلامي. ما الأسباب وما الذي سيتغير مع منتخب النشامة؟ احنا واضعينها مباراة ممكن ما تشهدش أهداف كثيرة، ولكن غنلعبوا أمام خصم اللي صعب. وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الإعلامي والناقد الرياضي معتصم يونس. معتصم، في البداية نرحب فيك على هجمة مرتدة. قبل الحديث عن عموتة وتفاصيل هذا الانفصال، جميل، في ضوء ما جرى، ألا تعتقد أن عموتة تلاعب نوعا ما بالاتحاد الأردني وتركه في منتصف الهجمة؟ لربما لو أكمل المسار لكانت الهجمة ستحقق أكثر من مجرد هدف. بكل تأكيد بصريح العبارة خسارة كبيرة للكرة الأردنية. وأعتقد بأن الخبر لم يكن صادم، لم يكن مفاجئ، لأنه كانت هناك الكثير من المؤشرات حتى قبل أن نصل إلى نهائي كأس آسيا أمام المنتخب الشقيق القطري. كانت هناك الكثير من الأخبار والمدلولات تتحدث بأن عموتة يريد أن يخرج، لا يريد الاستمرار، بالرغم من أن عموتة بصريح العبارة نال الكثير من الدعم المعنوي واللوجستي والكثير من التقدير، والحقيقة سيبقى بصمة بارزة في تاريخ كرة القدم الأردنية، ورجل يستحق الكثير من الاحترام والإشادة، وقدم الكثير لكرة القدم الأردنية، ولكن كان بإمكانه المواصلة. جميل. لأنه فعليا حقق الكثير من الإنجازات، والآن المأمورية أصبحت أسهل. كنا نتمنى يعني يواصل هذا الإنجاز مع المنتخب الأردني والوصول لنهايات كأس العالم. كانت لك صورة حميمية مع لاعبي المنتخب الأردني وأيضا المدرب. بما أنك قريب من عموتة، هل توقعت رحيله؟ بالنسبة للكابتن حسين عموتة هو أخ كبير وصديق عزيز علي وعلى الكثير من الزملاء الإعلاميين في الوسط الرياضي الأردني بصريح العبارة، ولكن لطالما كنا عندما نسأله عن موضوع البقاء
أم سيرحل، دوما يقول حتى اللحظة أنا موجود مع المنتخب الأردني. ولكن دوما كانت هناك سيمفونية الحديث عن لديه ظروف خاصة، لديه إكراهات عائلية، لديه مشكلة في المغرب، لديه حالة صحية معينة لدى أحد أفراد عائلته، لدى زوجته. بالتالي تقريبا هناك سبب مقنع يدفعك للحديث بأن الرجل لديه ظروفه الخاصة، بالتالي نحترم قراره، نريد أن يبقى، نريده أن يستمر. ولكن بصريح العبارة شيء حصل قبل قليل لم يعجبني، بأنني سمعت وتأكدت من أن الحسين عموتة أصبح لديه عقد جاهز ينتظر فقط توقيعه خلال الأيام سنتحدث عنه. عذره السابق كما ذكرت بسبب زوجته، لكن العروض التي ظهرت للعلن هو السبب الحقيقي وراء هذا الانفصال، أم هناك أسباب أخرى معتصم؟ بصريح العبارة لا يمكن لي الجزم أستاذ موسى، هل هو الموضوع العارض الصحي أم هل هي العروض؟ نحن الآن في عالم كرة القدم، عالم المال والأعمال، لا يمكن الجزم 100% كيف يفكر الإنسان. والحسين عموتة لا يقود نفسه فقط، الحسين عموتة من خلفه عائلته وبجانبه كافة الطاقم الفني المعاون له، تقريبا 6 أو 7 أشخاص. بالتالي هذا القرار حتى أيضا نكون منصفين، الحياة فرص، وأنا أحترم هذا الفكر وأعلم بأن عالم كرة القدم هو عالم احترافي في المقام الأول، نريد أن يبقى، نريد أن يستمر، ولكن هذا شيء طبيعي في هذه اللعبة. حقق الكثير من الإنجازات في 9 شهور، وأعتقد لو استمر لأقل من عام سيصبح الإنجاز أكبر وستصبح البصمة أكبر. ولكن الآن هو المدرب رقم 1 في آسيا، والمدرب رقم 1 في الوطن العربي، وما حققه من لا أحد يختلف من وصيف آسيا والكثير من النجاحات الكبيرة. لكن واضح من كلامك نعم هناك دافع قوي وراء اتخاذ هذا القرار. العروض المغرية مثلا، أم رغبة في تغيير الأجواء؟ الأجواء أؤكد لك 100% هي أجواء إيجابية للغاية، والحسين عموتة يلقى الكثير من الدعم هنا في الشارع الرياضي الأردني ومن الاتحاد الأردني ومن كافة وسائل الإعلام الأردني، أكثر مما حصل من تكريم على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي ما بعد العودة من كأس آسيا في قطر إلى شوارع العاصمة الأردنية عمان. وحتى شاهدنا التكريم الملكي الذي حصل والكثير من الدعم والإشادة لشخص الحسين عموتة. بالتالي كدعم لوجستي ودعم معنوي وبيئة محيطة الكل 10 على 10، حتى اللاعبين قرأنا كل رسائل الوداعية التي قاموا بكتابتها من أجل الحسين عموتة، كلها رسائل إيجابية، والكل يجمع ويشيد على شخص المدرب حسين عموتة أخلاقيا وفنيا وتقديريا، وشكر وامتنان عظيم لكل ما قدمها للاعبين. بالتالي أعتقد بأن الموضوع نهائيا لا يتعلق بالأجواء، الموضوع بعد هذه الملحمة اللي تحدثت عنها، ملحمة كأس آسيا وتتويجه بوصيف آسيا، كان هناك دعم من الملك. ما الذي تغير في هذه الشهور بعد اقناعه بالبقاء وقرار رحيله في هذا التوقيت؟ بصراحة العبارة أتحدث بكل واقعية، الاتحاد الأردني والحسين عموتة من النوعية التي يعملون بسرية ويعملون باحترافية عالية. لا يمكن أن يتم تسريب هكذا نوعية معلومات في موضوع التعاقد أو موضوع استمرارية العقد. الحسين عموتة عقده مستمر حتى أواخر 2026، ولكن الحسين عموتة لطالما كان في كل مرة يتحدث بأن الموضوع لا يتعلق به كشخص أو كفرد، هو يتحدث عن الظروف العائلية، الإكراهات التي يعانيها هناك في المغرب، وأنه يريد العودة. ولكن ما الذي تغير لا أعلم، هل هو أنه وصل بالمنتخب الأردني إلى الدور الحاسم وإذا جاء الذي يتبقى له سوى شهرين خارج فقط المغرب وتبدأ، ماذا تفسر ذلك؟ هنا سيكون العتب واللوم كبير بصريح العبارة، ولكن الله يوفقه كما نقول، لأن الرجل قدم الكثير لنا، ولا واضح أن عندك شيء لكن تخبيه بحث عن مصلحته. معتصم، واضح أن عندك الخبر لكن تخبيه علينا. أنا بالنسبة لي كابتن موسى، حتى أكون منصف معك، أنا موجود معكم منذ سنوات ولن أكتم معلومة عنك الآن في هكذا موقف حرج بصريح العبارة. أنا بالنسبة لي لو الكابتن حسين عموتة لجاءه عرض من المنتخب المغربي الأول من أحد أندية القمة في الدوري المغربي بما يبقيه قريب من عائلته، نحن نحترم قراره 100%، والله يوفقه، كل الدعوات له بالخير، وسنبقى خلفه وندعمه على طول العمر. ولكن ما دون ذلك ستصبح الأمور محرجة لنا وله. بتصور الشخصي أنا هكذا منصف مع أخي وصديقي الكابتن حسين عموتة، لأن الكلام الذي سأقوله سيحسب علي،
ولكن عرض من خارج المغرب وأنت تتحدث منذ لكن عدة شهور. لكن واضح أن العرض خارج المغرب، وعرض مغري جدا. الآن بعد ذهاب عموته بديله هو مواطن سلامي، هل والذي يعتبر من نفس جيله يعني، ما هي ضمانات لكي يكمل على نفس نهج عموته؟ سألت العديد من الأصدقاء المقربين في الإعلام الرياضي المغربي وهم ثقات، وأكدوا لي بأن جمال السلامي هو نفس البروفايل الخاص بالحسين عموته، بل كانوا أصدقاء وتزامنوا كلاعبين وكلاعبي منتخب وطني وفي ذات الدورات التكوينية، ويمتلكون نفس الفكر التكويني ونفس الفكر التدريبي وتقريبا نفس الإنجازات، وحتى على الصعيد التكتيكي نفس الأفكار. تخيل، وحتى على الصعيد الأخلاقي كلاهما في مستوى قمة عالي من التواضع والرقي وبالاهتمام بأدق التفاصيل. تقريبا تركيزهم منصب على كرة القدم، لنقول ما لنا وما علينا. بالتالي جمال السلامي الآن المدرب القدير الذي سيأتي للتولي زمام المنتخب الوطني الأردني، أعتقد بأنه سيسير على نهج سلفه الكابتن حسين عموته، ويسير بالدفة وبالمجموعة بذات الفكر وبذات الأسلوب، لأنه لا يوجد حتى فرصة الآن لإعادة البناء. الآن الإرث موجود، اللاعبين موجودين، الفكر الاحترافي والعقلية وصلت. بالتالي هو فقط سيقود ما عندي وقت معتصم، وقتنا جدا ضيق. هل تراه أنه قادر على تلبية تطلعات الجماهير الأردنية التي ارتفع سقف طموحاتها في الفترة الماضية؟ أتمنى ذلك. لربما لو كان الحسين عموته لا يزال مستمر، أعتقد بأن حظوظنا في الوصول لكأس العالم كانت مرتفعة تتجاوز 80 و 90%، ولكن الآن مع الكابتن جمال سلامي لربما النسبة ستقل، لأنك الآن في غضون شهرين ولا يوجد حتى تربص دولي، لا يوجد فترة للوديات لتتعرف على اللاعبين. بالتالي أعتقد بأن الأمور ستصبح بعض الشيء أصعب، ولكن نسأل الله التوفيق للمنتخب الوطني والكابتن جمال السلامي، وأيضا للكابتن حسين عموته في مرحلة المقبلة. سؤال أخير، هل فلسفة اللعب ستختلف أم ستبقى كما هي؟ ستبقى كما هي، وبذات المجموعة وبرسم 4-4-2 في الحالة العادية، وسيعود إلى 4-5-1 في الحالة الدفاعية، ويلعب بواقعية لأنهم من ذات أبناء المدرسة، وهي المدرسة الواقعية بدون مجازفة. وكما يقولون في الفرنسية، الفريق الذي يكسب لا يمكن تغير فيه شيء، لأن الوقت ضيق، وهو كعموته كوليد الرقراقي مدرب نتائج قبل أن يكون مدرب أداء ومدرب تكتيك. جميل. معتصم يونس الإعلامي والناقد الرياضي من العاصمة الأردنية، مع هذه الابتسامة شكرا جزيلا لك.